المشاكل الكثيرة والهزات التي عاشها الممثل الجزائري الوحيد في دور أبطال إفريقيا فريق الوفاق في الآونة الأخيرة انعكست على استقباله للأهلي بنغازي الليبي ليضيع انتصارا كان سيمكنه من الابتعاد في صدارة المجموعة الثانية ولو مؤقتا. زملاء القائد قراوي وأمام جماهيرهم الوفية لم ينتظروا كثيرا ليهددوا مرمى الليبيين بعدما قدم العمري كرة كاد يفتتح من خلالها ناجي التسجيل. لتتواصل هجمات النسر الصيفي بتسديدة قوية لزيتي أخرجها الحارس بصعوبة أمام مرأى رئيس النادي حمار الذي عانى ضغطا رهيبا في الأيام الماضية. رشيد ناجي الذي أقلق كثيرا المدافعين بتحركاته السريعة اصطدمت كرته الأولى بالقائم لكن الثانية لم تخطئ الشباك مطلقا الأفراح في مدرجات ملعب النار والانتصار. المد الصيفي تواصل في المرحلة الثانية وتمريرات العقب الدقيقة كادت تأتي بالهدف الثاني لكن كرة العمري القوية ظلت طريق الشباك. أما المدرب طارق العشري فقد زج بكامل أوراقه بإقحامه فيكتور نامو لكن ذلك لم يأتي بالجديد. وبعدما ضيع ناجي فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثاني عاقبه العمامي الذي أحرز التعادل لفريقه من ركلة جزاء سمحت للليبيين بالعودة إلى الديار بنقطة ثمينة.